في زمن السوشيال ميديا والمشتتات، التركيز بقى تحدي يومي، وكتير مننا بيحاول يلاقي أشياء تساعد على النشاط والتركيز عشان يقدر ينجز، لكن التسويف بيقف في النص ويعطل كل حاجة. وفي الفيديو ده هنتكلم عن كيفية زيادة التركيز الذهني، وهنفهم مع بعض ما هو التسويف وليه بيأثر علينا، وكمان هنشوف طرق عملية لكيفية زيادة القدرة على التركيز من غير ما نحس بالملل. أولاً، ما هو التسويف ولماذا هو عدو التركيز؟ التسويف ببساطة إنك تعرف إن عندك حاجة مهمة وتقول هعملها بعدين، بس بعدين ساعات بتفضل معلقة للأبد، والنتيجة إنك بتخسر وقتك ومجهودك وبتحس إنك مش قادر تركز. بيخليك تضيع فرص، بيأثر على ثقتك بنفسك، بيخلي الإنجاز دايماً متأخر. وهنتكلم دلوقتي عن أشياء تساعد على النشاط والتركيز. في حاجات صغيرة بس تأثيرها كبير جداً على دماغك وعلى قدرتك على الفهم والتركيز. النوم الكويس، شرب مياه كتير، رياضة خفيفة زي المشي، تنظيم مكانك، تقليل المشتتات، أكل صحي. وهنا هنقولك كيفية زيادة التركيز الذهني والفهم. لو عايز تزود تركيزك الذهني وتفهم أسرع، جرب تعمل الآتي: قسم المهام الكبيرة لحاجات صغيرة، استخدم تقنية البومودورو، اكتب اللي وراك على ورق، اربط المعلومة بحاجة بتحبها، مارس التأمل أو اليوجا. وفي أوقات بتحس إن تركيزك ضاع، الحل إنك ترجع تظبط نفسك من خلال إنك تاخد نفس عميق، تغير مكانك، تراجع أهدافك الصغيرة، تكتب قائمة بسيطة وابدأ بأبسط حاجة. وهنقولك دلوقتي كيفية زيادة نسبة التركيز في الحياة اليومية. التركيز مش بس في الشغل أو الدراسة، هو أسلوب حياة. ركز في كلام الناس وانت بتسمعهم، استمتع بالأكل من غير سرحان، اقفل الإشعارات وانت بتشتغل. وهنقول دلوقتي كيفية استرجاع التركيز لما يضيع. في لحظات بتحس إن دماغك مش قادر يركز خالص، الحل إنك تعمل ريست صغير. قوم امشي شوية، اشرب مياه، اعمل ستريتشنج، ارجع تكتب اللي محتاج تعمله. الخلاصة: التركيز مش حاجة بتتولد معانا، هو مهارة بتتطور مع الوقت. وبمجرد ما تبدأ تطبق أشياء تساعد على النشاط والتركيز وتتعلم كيفية زيادة نسبة التركيز، هتلاقي نفسك بتنجز أكتر وبتسترجع تركيزك بسهولة. لو عجبك الفيديو دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.